السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى الشيخ العايش والدندن والناصر اللي بالدمام. طفح الكيل يا جماعة، خلاص يكفي. ما انتم شايفين حد ولا انتم سامعين من حد. كفاية والله. أنا عمري 50 سنة ضحكتوا علي، إلى الآن ترى ضحكين علي. إلى متى الأوضاع اللي احنا فيها، الأوضاع التعبانة اللي احنا فيها أنا وغيري؟ يعني أنت لا تقول لي غيرك، تعال أنا أتكلم عن نفسي. تعال لي شوف وضعي. أنت جالس عايش في فلل، أولادك عايشين في فلل، عقارات، عيالك يدرسون برا، سيارات آخر موديلات، ولا أنتم عايشين، ولا أنتم بحسين بالناس. ما أنتم بحسين بالناس. ما عندكم حاجة سويتوها للمجتمع. عطني حاجة سويتها للمجتمع. الفقر في ازدياد، الناس قامت تون، وانت جالس حاط لك مسجد كأنه بيت ابوك، زين متربع فيه، وعسى من واحد يتكلم هاجمته، ولا عسى من واحد يقول كلمة حق هاجمته. لا، انا منهم واحد اقول لك لا. انا اسمي محمد جاسم الخليفة، ساكن عند المسجد اللي تصلي فيه في الخرس. انا اقول لك لا، وبحاسبك انت وغيرك. وحتى الان الناس اللي الهطت اول وجات الان تتكلم بعد ما شبعت بتتحاسب. انا من حقي اني احاسبك، وانا من حقي اعيش مثلك. من حقي انا اعيش مثلك. انا رجال لا وظيفة لا عمل لا حاجة عندي. انت جالس لك في فلل، وغيرك جالس تون وتضحك علينا بالخمس وغيره وغيره. انا اقول لك لا ولا ولا. انا اكلمك بكامل قواي العقلية. سكتنا بما فيه كفاية. انا وغيري سكتنا، لكن صدقني عشرات اللي طلعوا بيطلعون مئات، بعدي بيطلعون مئات. يكفي العايش، يكفي الدندن، يكفي الناصر. الواحد مو قادر يعيش. انا وغيري. تكرم على نفسك وروح شوف كم بيت فقير. انا اجيب لك عوائل فقيرة. انا اجيب لك ناس اقسم بالله ان يروي لي احد الزملاء ان احد النساء بالليل طالعه ما عندها ماي لعيالها، ماي بيضر تشرب حق عيالها ما عندها. وانتم جالسين لي في هالفلل وفي هالمزارع وفي هالعقارات وهالفلوس. لا ولا ولا. وهذا انا اقول لكم الثلاثة. اليوم 20 أو 19 باقي على محرم 10 أيام. والله لو ما شفتوا حل للوضع اللي احنا فيه، وانا منهم واحد، فانا اعلنها امام الملأ. سأترك التشيع. انا 50 سنة شيعي، يكفي. ضحكتوا علي باسم الحسين، ضحكتوا علي باسم الامام علي. على فكرة الامام الحسين ترى للمسلمين كلهم، رسالته واضحة للمسلم وغير المسلم. لا تيجي تضحك علي وتقول لي شيعي وتقول لي كذا. انت ايش سويت لي؟ انا عمري 50 سنة، انت ايش سويت لي؟ تلهط عقارات، عمارات، اراضي، سيارات، سفر، حريم، كل ساعة ما تزوج واحدة. شنو هذا؟ كل واحد عياله جالس يدرس برا. احنا الحمد لله الدولة مش مقصرة. احنا اولادنا وصلناهم لاحسن المراحل، احسن الجامعات. انا اقل ولد عندي جامعي، ما عندي واحد ولله الحمد مو جامعي. الدولة ولله الحمد ما هم مقصرة، لكن مو كل شيء على الدولة. انت جالس تلهط والدولة مو مقصرة. صحة وعلاج مجانا، مدارس مجانا. انت شو اللي تبي؟ انت حتى ولدك اذا بيروح المدرسة يجي بينه وبين المدرسة 10 متر يجيب باص ياخذه. انت مو كل شيء تحطه على الدولة. انت اللي جالس تاخذ من زيد وعبيد الاخماس هذه، احنا لنا حق فيها.
تقول لي جيب دليل، تعرف الدليل، انت ما يحتاج اجيب لك. ها؟ من الفقراء، انا من الفقراء وغيري من المحتاجين. وينها انت؟ وبعدين رسالة للسيد السيستاني، رسالة للسيد السيستاني، لابد أن يعاد النظر في اللي موجودين في الأحساء هذيلي، اللي يستلمون الأخماس في الأحساء هذه، لابد يعيد النظر فيها. الجماعة مش أمنين، وأنا من حقي أسألكم ثلاثتكم، من أين لكم هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ وأتمنى الدولة تتدخل وتشوف اللي أنتم فيه هذا. النعم وهالخير هذه من وين جبتوها؟ من الأخماس؟ من الأخماس، نعم. أنا شاهد، أقول الفلوس اللي عندكم هذه من الأخماس. وعندي الناس اللي تخامست عندكم ومستعدين يجون ويشهدون أنهم خامسوا عندكم. يكفي، والله يكفي يا وجه استح. هذا نعطيكم إياها 10 أيام. لو ما شفتوا حل وضعي اللي أنا فيه، ووضع مئات بل آلاف الفقراء والمساكين، فأنا سأترك التشيع، سأقتنع مذهب أهل السنة والجماعة. هذا اللي شفت أنا الآن، اللي شفت التسامح فيهم، أنا اللي شفت الخير منهم، واللي مد يده لي وساعدني من أهل السنة والجماعة. يكفي يكفي. والله هذا أنا أوصل رسالة مهمة، أتمنى أي واحد الفيديو هذا يوصل عنده ينشره للثلاثة. 10 أيام إذا ما تشوفون حل للوضع اللي أنا فيه، ووضع مئات وآلاف وعشرات الأرامل والمطلقات والفقراء والمساكين، أنتوا عايشين ولا بحسين بغيركم، أنتوا عايشين في فلل. لا تقول الناس، لا تقول ما عندي، لا، الناس تشوف، ما هي بعمية. يكفي، ضحكتوا علينا والله، 50 سنة ضحكتوا علينا. وهذا اسمي محمد الخليفة. يا شيخ حسين العايش، أنا ساكن عندك عند المسجد في الخرس، وأعرفك زين وتعرفني زين. أنا أقول طفح الكيل خلاص، ما عاد ولا بعد، ولا تفكر إني إذا تركت التشيع بترككم، لا، ماني ترككم، أنتوا الثلاثة ماني ترككم. حتى أمام القضاء بحكمكم وبجلسكم فيه، لأنكم أنتوا اللي وصلتوني للمرحلة اللي أنا فيها الآن وغيري. الرسالة وصلت، الرسالة وصلت، وأتمنى من كل شريف يوصل له هذا الفيديو ينشره. 10 أيام، 10 أيام إذا لم ينظر في وضعي ووضع كثير من الفقراء وتشوفون حلول، فأنا سأترك التشيع. يكفي، ضحكتوا علينا 50 سنة، باقي 10 أيام وبتعودوا الحق اللطم. الإمام الحسين رسالته مش عشان تلطم، الإمام الحسين مش عشان انك تفتح الحسينية وتتجمع وتجلس تلطم، لا، رسالة الإمام الحسين واضحة. روح اكسو فقير، اكسو عريان، اشبع جائع، سد حاجة محتاج، عالج مريض. هذه رسالة الإمام الحسين. الإمام الحسين مش عشانك لجل في 10 محرم تجي تلطم، لا، خلاص. الأجيال القادمة لازم تعرف هالشيء. خلاص، أنا انتم ضحكتوا علي 50 سنة، أنا الأجيال القادمة هذه لابد يعرفونكم ضحكتوا عليها. الإمام الحسين عليه السلام رسالته واضحة، مثل رسالة النبي محمد للعالمين. يعني يكفي، والله يكفي. وهذا بقول لك، اسمي محمد الخليفة، جوالي 05-059-345-547. لك العايش ولك الدندن ولك الناصر اللي في الدمام. رسالتي هذه موجهة لكم، وآخر رسالة أوجهها وأعيدها للسيد السيستاني: راجع حساباتك في الأشخاص اللي موجودين عندنا بالأحساء، راجع حساباتك معاهم، ترى خلاص طفح الكيل، طفح الكيل منهم. والسلام عليكم ورحمة الله.